داخل إمبراطورية عصرية صنعها لنفسه، يقضي جل وقته في رسم شخصيات بمخيلة تميل نحو التميز بعناصر الغرابة والخيال. الأزهر هادف فنان جزائري من ولاية أم البواقي، هوي الرسم من خلال تقنية الرسم بالسكين التي احترفها رسما منذ 7 سنوات، فما كان له إلا الانطلاق من عرين أعاد له الحياة بطريقته. اقتحمنا عالمه المليء بالإبداع لمعرفة أسرار أوصلته إلى مراحل متقدمة في عمله الذي بدأ في غرفة صغيرة. الطبيعة والشخصيات كانت عناصر رئيسية من إنتاج الأزهر الذي تمكن من الجمع بينهم ببراعة وإتقان. كما أبدع الأزهر في تقديم أعمال ذات مدلولات وإيحاءات كان وراءها إرسال رسائل للجانب الآخر من العالم، كعمله المعروف بأمسية في بساتين بنفسجية الذي حظي بإعجاب الكثيرين. طموح هذا الفنان الشاب لا يتوقف على تحقيق الاكتفاء الذاتي بتقديم هذا الفن وتعليمه لأبناء الجزائر فقط، بل يطمح إلى أن يكون نواة لتصدير هذه التقنية خارج الحدود الجزائرية.